اسمع بس الكلام ده، الموضوع بقى كبير وما بقاش هزار. تيشيرتات الانديه بقت وسيله كبيره جدا لتحقيق دخل كبير جدا للانديه. والله دلوقتي الانديه بقت تعتمد على بيع التيشيرتات بشكل كبير جدا كدخل يساعدها انها تضبط الوضع الاقتصادي بتاعها وتعلي الايرادات بتاعتها، انها تشتري لعيبه وتشتري مدربين على اعلى مستوى. وعشان كده دلوقتي بنشوف انديه بتتعاقد مع شركات عالميه انها تصمم ليها التيشيرتات او القطن بتاعتها. يعني الموضوع بقى بيزنس تقيل، مش كرة وبس. تخيل معايا كده لاعب واحد بس يقدر يجيب تمن عقده في سنة واحدة بس من مبيعات التيشيرت بتاعه ده. تخيل، وده اللي بيشتغلوا عليه في الصفقات الجديدة دلوقتي. وخلي بالك مش كل نادي بيجيب لعيب عشان يكسبوا كرة بس، في أندية بتلعب على حتة البيزنس دي بشكل احترافي وكبير جدا جدا. يعني أنا كنادي ممكن أجيب لاعب واحد بس يعمل لي إيرادات من بيع التيشيرتات، أجيب 3 4 لعيبة على حسه. عشان كده دايما بتلاقيهم بيركزوا على اللاعب اللي عامل ترند، اللاعب الفايق، اللاعب المشهور في الوقت الحالي والناس كلها بتتكلم عليه، ويجي في التوقيت الصح ويتقدم بتيشيرت النادي الجديد اللي معمول بالموسم الجديد. شفت اللعبه ازاي؟ فهمت اللعبه يعني؟ وده اللي شفناه في تيشيرتات ميسي ورونالدو في السنين اللي فاتت دي كلها، عملوا ارقام فلكيه في المبيعات. والشركات المصنعه في منها اللي باخد نسبه من الارباح وفي ناس تاخد نسبه من المبيعات، وكله مستفيد. والشركات المصنعه دي خلي بالك مش بتلعب، وبيشتغلوا على تفاصيل اللي بتهم الجمهور فعلا، من اول التصميم لعند هويه النادي والالوان والطباعه السبليميشن اللي ظهرت بشكل كبير دلوقتي في الانديه والمنتخبات بقت تعملها. بيهتموا بالتصميم وهويه النادي والطباعه السبليميشن اللي على التيشيرت، وحاجات كلها لها علاقه بالهويه البصريه وحب الجمهور للنادي. والله دلوقتي تلاقي الجمهور مش بيشتري التيشيرت الاساسي بتاع الفرقه بس، تلاقيه بيشتري الاحتياطي الثاني والثالث كمان. كان زمان الاساسي وخلاص، دلوقتي بقى الشركات بقت تقول لك ايه، الاساسي كده كده هيتباع عشان اساسي، احنا بقى نشتغل على التيشيرت الثاني والثالث والرابع كمان، نخلي المبيعات بتاعتهم تزيد، نخلي فيه اوبشنز كده غريب عشان يشد الجمهور ويشتروه. وده اللي حصل فعلا. هتلاقي في معظم الانديه الاوروبيه او حتى المصريه دايما بيهتموا بالتيشيرتات الاحتياطيه الثاني والثالث، لا حاطين فيه اوبشن زياده وحاطين فيه حاجات غريبه كده تشد الجمهور عشان يشتروه ويحققوا مبيعات من التيشيرت الثاني والثالث. الاساسي ما بيلعبوش فيه كتير لان ده بتبص بيبقى واخد هويه النادي مثلا، او بيبقى واخد حاجات رسميه كده فما ينفعش يلعبوا فيه. وده اللي حصل فعلا، وبيعملوا التيشيرتات الاحتياطيه افضل من التيشيرت الاساسي. كل ده بيع وشغل صح. سؤال بقى، امتى نشوف الكلام ده عندنا هنا في مصر؟ امتى نشوف تعاون بين أندية الدوري الممتاز وشركتنا المتواضعه المنصف سبورت؟ وبالمره بقى خد عندك دي، ليه في التيشيرتات المصريه او التيشيرتات الدوري الممتاز بيعملوا في الظهر كده بيكتبوا اسم الراعي او اسم النادي؟ ليه ما بيكتبوش اسم اللاعب؟ طب ما يكتبوا اسم اللاعب كمان. ومن وجهه نظري ودي هتزود المبيعات بشكل كبير جدا لو ضافوا اسم اللاعب. في ناس كتير جدا عشوائيه بيشجعوا النادي عشان بيحبوا اللاعب ده بعينه. تخيل بقى لو كتبوا اسم اللاعب على التيشيرت، شوف كميه المبيعات اللي هتكون على التيشيرت ده خاصه. قول لنا انت بقى، انت شايف ان احنا ممكن نزود المبيعات من خلال اضافه اسم اللاعب ولا اسم النادي؟ وايه اللي هيكسب النادي اكتر؟ قول لنا في التعليقات تحت، وما تنساش تعمل لايك واشتراك على القناه. سلام.